سؤال بسيط، تحب تفضل طول عمرك تشتغل علشان الفلوس، ولا تحب توصل لمرحلة ان الفلوس هي اللي تشتغل عشانك؟ الفرق بين الغني والفقير مش الذكاء ولا الحظ، الفرق ان الغني بيبني مصادر دخل بتشتغل وهو نايم. في الحلقة دي هفهمك ايه هو الدخل السلبي، ازاي تبنيه خطوة بخطوة، وايه هي الادوات اللي ممكن تبدأ بيها حتى لو دخلك بسيط جدا. صدقني اول ما تفهم الفكرة دي هتبص للمال بطريقة مختلفة تماما. قبل ما ندخل في الموضوع احب اعرفك ان اي فكرة او معلومة بنقدمها في القناة مبنية على أساس علمي وليها أصل وأساس من خبرات أو تجارب أو أبحاث أو دراسات علمية موثوقة، وهتلاقي دايما كل المصادر والمراجع تحت في الوصف. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة. لو أول مرة تشوفنا فأحب أعرفك إن الحلقة دي واحدة من ضمن سلسلة ابن ثروتك اللي بنقدمها من خلال البرنامج، ويلا بينا نبدأ. الدخل النشط هو اللي بتشتغل فيه بإيدك، شغلك، مرتبك، مجهودك اليومي، بس أول ما تبطل تشتغل الفلوس بتقف. أما الدخل السلبي فهو الفلوس اللي بتجيلك بشكل دوري بدون تدخل منك، زي إيجار شقة أو عائد شهادة أو مشروع شغال لوحده. السر هنا تشتغل مرة وتكسب طول العمر. أنا جمعت لك أهم مصادر الدخل السلبي وأأمنها، واللي تقدر تشتغل عليها من النهاردة وتشوف أنسب وأأمن نوع ليك، علشان ما تفضلش طول عمرك تستنى المرتب. ومش معنى كده إني بقول إن الشغل والتعب حاجة وحشة، بالعكس ده شرف، ده هو أساس الحياة، وشرف لأي حد بيشتغل وبيكسب من عرق جبينه. بس ده ما يمنعش إنك تدور على راحتك، زي كتير من الناس اللي دورت وتعبت وشقيت في الأول وارتاحت بعدين. المهم علشان ما تلفش وتدور كتير أنا جبتلك الخلاصة. أول نوع معانا هو صناديق الاستثمار، يعني إنك بتستثمر في نوع معين من أنواع الصناديق ويجيلك منها دخل وعائد دوري من غير ما تتعب ولا تدير ولا تعمل أي حاجة. وصناديق الاستثمار في منها أنواع كتير، وعلشان الأهم من الصندوق هو اختيار الصندوق المناسب، عملنا لك حلقة كاملة بتعرفك ازاي تختار الصندوق الصح والمناسب ليك. هتظهر دلوقتي قدامك في علامة الآي، وهتلاقي اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. النوع التاني أرباح الشهادات والودائع البنكية، وهنا انت بتربط فلوسك في البنك لفترة أو مدة معينة مقابل ان البنك بيديلك عائد وارباح بصفة دورية. طيب ايه الفرق ما بين صناديق الاستثمار وما بين الشهادات او الودائع؟ بص يا سيدي، باختصار الشهادة بتديلك عائد ثابت ومضمون، يعني مخاطرة شبه صفر، بس قيمته بتقل مع الوقت بسبب التضخم. اما صناديق الاستثمار وخاصة اللي بتشتغل في الاسهم، العائد بتاعها بيكون متغير، يعني ممكن يكسب اكتر وممكن يخسر، لكن على المدى الطويل عندها فرصة اكبر انها تتغلب على التضخم بشكل كبير وتنمي فلوسك بشكل اكبر وبشكل أأمن كمان. يعني الشهادة بتساوي امان، اما الصندوق فبيساوي فرصة نمو. النوع الثالث هو الاستثمار في الأسهم اللي بتوزع أرباح، وفي النوع ده انت بتشتري أسهم شركات معينة في البورصة، والشركات دي بتبدأ انها توزع أرباح بشكل دوري على حامل الأسهم دي، وانت كمستثمر قدامك 3 طرق علشان تبدأ. لو عندك خبرة كويسة فبتبدأ انك تتداول في الأسهم بنفسك، بس خلي بالك السكة دي عالية المخاطر، لكنها في نفس الوقت ممكن تطلعك السما. ولو عندك شوية خبرة على قدك ممكن تستثمر في صناديق المؤشرات، ودي بتستثمر في شركات مستقرة جدا وصعب انها تقع. بس خليني اقولك يا صديقي ان في سوق المال كل شيء وارد،
اما بقى لو انت لسه بتقول يا هادي، فانت كده مفيش قدامك غير صناديق الاستثمار المتوازنة اللي بيديرها ناس خبرة بدالك، وانت بتاخد العائد بتاعك كل فترة زي الباشا. ده غير ان قيمة السهم نفسه ممكن تزيد مع الوقت، وتبقى انت كده بتكسب من الناحيتين. النوع الرابع هو الاستثمار العقاري، وده طبعا كلنا عارفينه. عندك عقار بتأجره وبتاخد إيجار مستمر، وكمان قيمة العقار نفسه بتزيد مع الوقت. طيب لو انت غلبان زي حالاتي ومعندكش 2-3 مليون تشتري بيهم عقار، بس نفسك تستثمر في العقار، هقولك ما تشيلش هم، سكة أبو زيد كلها مسالك. عندك اختيارين: صناديق الاستثمار العقاري او منصات التمويل الجماعي العقاري. دي ببساطة شديدة عبارة عن حصالة ضخمة، شركة متخصصة بتشتري عمارة كاملة او مول تجاري وبتأجره، وبدل ما تبيع العقار او العمارة كلها لواحد بس، بتقسمها لحصص او لوثائق صغيرة جدا وتبيعها للناس. ايه اللي بيحصل؟ انت بتروح بال5000 جنيه بتاعتك او حتى اقل وتشتري حصة في العمارة دي كأنك اشتريت طوبة فيها. والسحر هنا ان الشركات دي بتأجر الشقق وبتجمع الايجارات وتوزعها على الملاك اللي انت واحد منهم كل فترة معينة، كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو على حسب الاتفاق. انت مش بس قيمة استثماراتك بتزيد مع العقار، انت كمان جالك عائد من الإيجار كل شهر أو كل 3 شهور أو كل فترة معينة، بالظبط كأنك صاحب عمارة. النوع الخامس هو أرباح من مشروع أو بيزنس صغير. وقبل ما تفكر وتقول ما عنديش رأس مال كبير، ما عنديش وقت للإدارة، خليني أقولك إن دي الصورة التقليدية اللي كلنا عارفينها. إنما دلوقتي الدنيا اتطورت، تقدر إنك تمتلك جزء من مشروع أو تكون ممول صغير وتكسب من خلاله، وده عن طريق حاجة اسمها التمويل الجماعي للأعمال، الكراود فاندنج. وهنا انت بتستثمر بمبالغ بسيطة في مشاريع ناشئة اونلاين وبتاخد نسبة من الارباح. تاني بديل معاك هو الاقراض من نظير الى نظير، ال P2P lending. وهنا انت بتسلف فلوسك لافراد او لشركات او مؤسسات او منشآت صغيرة عن طريق منصات وبتاخد عائد. ده غير كمان انك ممكن تبدأ بأفكار بسيطة وصغيرة وتطورها. ياما ناس شغلت دماغها وعملت ملايين من أفكار بسيطة جدا، ولو عايز 100 مثال على كده دور وهتلاقي 1000. النوع السادس هو المحتوى الرقمي أو المنتجات الرقمية، وفي النوع ده بالذات في مئات الأفكار، زي إنك تعمل كورسات في مجال أنت متخصص فيه. أنا أعرف ناس أخدت دورات وكورسات في تعليم الخط والرسم، ولما اتعلمت بدأت هي كمان تعمل دورات تدريبية وتبيعها، وعملت منها فلوس كتيرة قوي. يعني لو انت مدرس، بتكتب شعر، فنان، عندك موهبة معينة، او حتى لو بتحب تطبخ، اتعلم ونمي المهارة دي واشتغل على نفسك واعمل منتج رقمي فيه روحك انت. اعمل قناة يوتيوب ونزل محتوى مفيد. المهم انك تقوم من على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده وتتحرك. مش عايز ابالغ واقولك انك في الكام دقيقة اللي بتسمعني فيها دي ناس كتير سبقتك وعملت فكرة ممكن تكون فكرتك. اتحرك واسعى علشان رزقك يجيلك. النوع السابع هو التسويق بالعمولة، الافيليت ماركتينج. وفي النوع ده انت بتسوق منتجات لشركات تانية اونلاين من غير ما تشتري المنتج او تدفع جنيه واحد. كل اللي بتعمله انك بتعرف الناس على منتجات الشركة دي عن طريق لينك خاص بيك، ولما العميل يشتري انت بتاخد عمولة، ومع الوقت هتبدأ تبني قاعدة جماهيرية والناس هتشتري من غير ما انت تقول لهم، وانت بتاخد عمولة وبتكسب وانت نايم. النوع الثامن هو الاستثمار في الاقتصاد التشاركي، sharing economy. بص يا سيدي،
دي ببساطة تأجير اللي عندك عربية ممكن تشتغل بيها ساعات معينة في أوبر وكريم، أو ممكن تأجرها نفسها لشركة لو مش بتستعملها. عندك شقة أو حتى أوضة ممكن تأجرها على منصات معينة زي Airbnb، أو حتى تأجرها للطلاب. عندك أدوات غالية، كاميرا احترافية مثلا ممكن تأجرها بالساعة. الفكرة إنك بتحول أصل عندك مش مستغل، عربيتك، شقتك، أدواتك، لمصدر دخل إضافي. أنت مش بتبيع حاجة، أنت بتشارك المنفعة بتاعتها بفلوس. النوع التاسع، حقوق الملكية الفكرية. ده بقى شغل الفنانين والمبدعين. لو انت بتعرف تكتب او تعبر ممكن تعمل كتاب ورقي او الكتروني، وكل ما نسخة بتتباع بتاخد نسبة رويالتي. ممكن تتعلم وتشتغل كونتنت كريتور، الشغلة دي مطلوبة دلوقتي قوي. بتعرف تصمم او ترسم او تعمل تصميمات، ممكن ترفع تصميماتك دي على مواقع متخصصة زي ميرش باي امازون او موقع ريد بابل، وكل ما تيشيرت بيتباع عليه تصميمك بتاخد انت ربحك. بتصور صورة حلوة، بيعها وسوقها على مواقع ستوك فوتس. حرفيا انت بتخلق الاصل بتاعك مرة واحدة، سواء كان كتاب او تصميم او صورة، وبيفضل يتباع ويجيب لك ارباح وفلوس سنين وسنين. النوع العاشر هو الدخل من الاعلانات اللي بتتعرض على اي منصة انت بتمتلكها، يوتيوب، فيسبوك، مدونة. في منصات كتير قوي ممكن تبدأ تشتغل عليها من دلوقتي، وهنا انت بتاخد مقابل وارباح مقابل عرض الاعلانات دي عندك، يعني انت مجرد واجهة. وطبعا في انواع كتير من الدخل السلبي، بس انا كنت حريص قوي على اني اجيب لك الحاجات اللي تقدر فعلا انك تنفذها على ارض الواقع وتبدأ فيها من النهاردة وبأقل امكانيات كمان، بس الاهم انك تبدأ. طيب الكلام النظري كتير قوي، ننفذ ازاي؟ هي دي بقى الميزة الجديدة اللي احنا بنعملها في القناة عندنا، ان احنا بنرسم لك طريق وخطوات عملية واضحة تقدر تنفذ بيها اي فكرة بنعرضها على القناة. طيب دلوقتي الكلام النظري كتير، ننفذ ازاي؟ عايزك تمسك ورقة وقلم وتعمل تحدي الدخل السلبي بتاعك معايا دلوقتي. الخطوة الأولى، حدد 10% بتاعتك. امسك مرتبك، لو بتقبض 5000 جنيه طلع 500 جنيه يعني 10% على جنب. دي بذرة الدخل السلبي بتاعتك، ممنوع تستخدمها في أي مصاريف. الخطوة التانية، اختار أرض واحدة بس علشان ترمي فيها البذرة بتاعتك. بص على 10 أنواع اللي قلناهم وشوف أي نوع فيهم يناسبك أو مناسب ليك. لو ما عندكش وقت خالص فال500 جنيه دي كل شهر تروح لصندوق استثمار اللي هو النوع الأول. ولو عندك شوية خبرة ممكن تبدأ بأسهم شركة واحدة بتوزع أرباح اللي هو النوع الثالث. لو عندك مهارة زي الكتابة أو التصميم أو الرسم أو الطبخ أو أي حاجة، ابدأ فورا في بناء المنتج الرقمي الخاص بيك. ومش مهم إنك تكون ملم بالمهارة دي كلها، لو عندك حاجة ناقصة ممكن تكملها وتتعلمها، ومع مرور الوقت هتكتسب خبرة أكتر وأكتر هتخليك بروفيشنال في المهارة دي. وده النوع السادس في أنواع الدخل السلبي اللي لسه متكلمين عنها دلوقتي، وده مش محتاج فلوس، ده محتاج وقتك وتركيزك. الخطوة الثالثة ودي أهم مرحلة، التزم 6 شهور على الأقل. ما تدورش على النتيجة بكرة، التزم تحط ال500 جنيه دي كل شهر لمدة 6 شهور في نفس المكان. الخطوة الرابعة التدوير اللي هو كرة التلج، وده بقى السحر كله. أول 100 جنيه تجيلك كربح من الصندوق أو من الأسهم اوعى تصرفها، خدها ورجعها تاني في الاستثمار. هي دي المعادلة، جزء من مرتبك زائد أرباح الدخل السلبي يساوي إعادة استثمار. هي دي كرة التلج اللي بتكبر وحدها، وهي دي اللي هتوصلك للحرية المالية. مفيش حاجة اسمها دخل سلبي 100% من أول يوم،
في البداية هتتعب، هتخطط، هتجهز، هتتعلم، بس بعد كده هتبص تلاقي ان الشغل بيقل والدخل بيزيد. معادلة الدخل السلبي بسيطة جدا، كل دقيقة هتتعبها دلوقتي هتساوي ساعات راحة في المستقبل، زي البذرة اللي بتزرعها دلوقتي وفي المستقبل لما بتكبر بتعيش على الثمار بتاعتها سنين وسنين. هقولك على الأخطاء اللي لازم تتجنبها تماما لو بتدور على الدخل السلبي. أول حاجة إنك تدور على دخل سلبي سريع. مفيش حاجة اسمها كده، ده في الغالب بيبقى اسمه نصب. تاني حاجة انك تستثمر في حاجة انت مش فاهمها ولا عندك اي خلفية عنها، لازم تتعلم الاول. تالت خطأ هو انك تعتمد على مصدر واحد بس. التنوع هو الضمان الوحيد لاستقرارك المالي، يعني هتبدأ تبني كذا مصدر واحدة واحدة. الخلاصة ابدأ بمصدر واحد بس، استثمر في الأصول مش في الالتزامات، خلي الفلوس تشتغل مكانك ووسع مصادر دخلك واحدة ورا التانية. خدها مني قاعدة، الثراء الحقيقي هو مش في الفلوس اللي معاك، لكن في الفلوس اللي بتجيلك وانت مش موجود. استعد للحلقة الجاية لأنها هتبقى حلقة هتهز عقلك وهتفتح لك باب جديد في طريق الحرية المالية. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.